بداية فيلمنا في لوس أنجلوس مع واحد اسمه فيني ومعاه صاحبه اسمه تويد، وبيكونوا بيجروا بالعربيات ورا واحد اسمه رامون شافيز، وبيفضل تويد يضرب نار عليه لحد ما بيتصاب وبيركن فيني العربية، بيفضل يضرب نار عليه لحد ما بيقدر رامون إنه يضربه في كتفه، وبيستخبى فيني وبيبدأ رامون يقرب منه لحد ما بيقدر يفاجئه ويضربه بالنار. ولما بيقع رامون على الأرض بيخرج شرطة الشرطة، وبيكون ضابط في شرطة لوس أنجلوس. تيجي الشرطة وتقبض عليه بتهمة قتل ضابط شرطة، وبنروح لسان فرانسيسكو وبيتصل واحد اسمه كيرك بصاحبه أليكس وبيقول له أنا لقيت ابنك وهو كويس بس مسجون في سجن ولاية فالفيردي في كاليفورنيا ومتهم بقضية قتل ضابط شرطة. وبيروح أليكس للسجن عشان يشوف ابنه، ولما بيشوفه فيني ما بيكونش باين عليه أي علامات حب لأبوه، وقال له إزيك يا أليكس، لكن أبوه بدأ يناديه الأول باسم فينسنت، وهنا بنعرف إن ليه أكتر من اسم ومنهم فيكتور وفيني. بنفهم إن أليكس ما كانش بينه وبين ابنه أي اختلاط قبل كده، وبيكون فيني متضايق منه وبيحكي له إن أمه لما كانت بتموت كان نفسها تشوفه، وكنت دايما بكدب عليها وأقول لها إنك جاي في الطريق. فبيتأسف أليكس وبيقول له إنه عاوز يصلح كل اللي فات بينهم، لكن فيني قال له إن الأوان فات، حتى أنت مش هتقدر تخرجني من هنا، وبعدها شتمه ومشي وسابه. وبيخرج أليكس وراح الحمام يفكر في اللي ابنه قاله له، وفي نفس الوقت بتبدأ لجنة طلبات المساجين عشان يشوفوا طلب المسجون ماكسيميليان، واللي عاوز يخرج من السجن بطلب إطلاق سراح مشروط. وبيبدأ القضاة يتكلموا معاه إنه عاوزهم يخرجوه إزاي وهو قتل 3 أشخاص جوه السجن واتحكم عليه أساسا ب4 عمليات إرهابية. فوجه كلامه للرقيب بيكر اللي قدر يمسكه ويدخله السجن، وقال له شكرا إنك دخلتني هنا، وقال لهم إنه هو جوه السجن أخطر من إنه يكون بره. بيقول لهم كمان إنه عمل 15 عملية إرهابية من 4، وفي الوقت ده بيرفض جميع القضاة إنهم يخرجوه من السجن. فبيسألهم الساعة كام بعد إذنكم؟ قالوا له 12:57 دقيقة. قال لهم يا ريت تستنوا معايا كام دقيقة كمان. في نفس الوقت ده بتبدأ عصابة تدخل السجن وتحط قنابل في أماكن كتير. ولما بنرجع لماكسيميليان بيبدأ يتريق عليهم، خصوصا على واحد زميل بيكر واللي بيكون تعبان في المستشفى. ولما اتعصب وحاول يروح يضربه بتضربه واحدة من رجالة ماكس متخفية بلبس الشرطة، وهنا بيبدأ القضاة يخافوا. ولما الساعة جت 1 بالظبط انفجرت القنابل كلها في السجن وبدأت الزنازن كلها تتفتح، وأمر ماكس البنت اللي معاه إنها تقتل ال3 قضاة. بيدخل واحد اسمه لوك وبيقتل ال2 بتوع الشرطة اللي قاعدين في أوضة التحكم، وبعدها بيوصلوا كل الميكروفونات اللي في السجن لماكس، واللي بدأ يتكلم وقال إنه سيطر على السجن بالكامل، وقال بالنسبة لكل المساجين ليهم حرية الاختيار، إما إنهم يخرجوا في سلام وياخدوا حريتهم أو يخلوهم معاه هنا ويساعدوه يحقق مطالبه وهيكونوا من رجالته وهيحميهم، وقال بالنسبة للي كانوا جايين زيارات فدول هيفضلوا موجودين في السجن كرهاين. وبعدين بيخلي البنت اللي لابسه لبس الشرطه تصوره فيديو عشان يبعته للشرطه، وقال في الفيديو انه خرج كل المسجونين وقال لهم انه مركب قنابل في كل حته في السجن وهيقتل كل الرهاين لو ما خرجوش ال6 اللي كانوا بينفذوا معاه عمليات التفجير من 12 سنه، وبلغهم ان قدامهم 6 ساعات بس، ولما يخرجوهم يبعتوا له طياره خاصه تاخده هو، وقتها هيشيل كل القنابل اللي رجالته حطوها في السجن. وفي الوقت ده بيكون أليكس في الحمام وقت انفجار القنبله وكتفه بيتصاب، ولما بيخرج بيقابل واحد من رجاله ماكس وبيكون مكتوب على يافطته اسم سميث، وبيستغرب لان الاتنين اللي شافهم قبل كده وهو داخل السجن كان ليهم نفس الاسم. وبيساله بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له ان في مسجون فجر السجن واحنا عملنا خطه اخلاء. قال له انه كان في الحمام وقت الانفجار وما قدرش يخرج، فقال له تعالى ورايا وانا هخرجك. لكن أليكس عارف انهم هياخدوه رهينه، ولما ساله اشمعنى اسم سميث اللي موجود هنا كتير، هنا فهم انه اتكشف ولف بسرعه وبدا يضرب عليه نار، لكن أليكس استخبى. ولما قرب منه السلاح وبعدها سمع في اللاسلكي واحد بيسال ضرب النار ده ليه؟ فرد أليكس وقال له ان في واحد كان عامل قلق وهو اتصرف معاه وكل حاجه تمام دلوقتي. بعدها بيروح ماكس اللوك وبيلاقي معاه 4 مساجين قرروا انهم يفضلوا معاه ويساعدوه، منهم واحد اسمه ريكو ووكر واللي قال له انه مستعد يعمل اي حاجه يطلبها منه. لكن ماكس عمل حاجه غريبه جدا وهي انه قتله. لما ساله لوك ليه عملت كده، قال له انك لازم ما تثقش في اي حد بيتكلم الاول. وبعدها بيسالهم لو حد عارف مكان مستودع الاسلحه اللي في السجن، ففيني بيرفع ايده وبيعرف نفسه ان اسمه فينسنت، وبعت ماكس معاه رجالته يروحوا معاه يشوفوا الاسلحه. بتكون الشرطه حاطه السجن ومعاهم الضابط تشاز كولمان اللي بيتواصل مع ماكس عن طريق سماعات السجن، وقال له انه بلاش يخرج اي مساجين ولا يأذي الرهاين، وقال له كمان ان اللي طلبته هياخد وقت شويه ولازم يستنى. لكن ماكس بيخدعه وبيضرب كام رصاصه في الارض وقال له انه قتل بيهم اشخاص ولازم يخلص بسرعه قبل ما يقتلهم كلهم. لكن في الوقت ده بيكون أليكس مراقبه وبيتصل بالشرطه وبيتواصل مع تشاس كولمان وبيقول له انه عمل نظافه وبلغه ان مفيش حد من الرهاين جوه السجن وغالبا كلهم في الكافيتيريا، بيقفل معاه. ما بيكونش كولمان عارف يعمل ايه، وفي نفس الوقت بيروح أليكس ورا 2 من رجاله ماكس لحد ما واحد منهم دخل الحمام فراح قتل اللي بره بالسكينه، ولما التاني خرج ضربه بالنار. وبياخد فين المساجين للمخزن وكل واحد فيهم بياخد سلاح وبداوا يتحركوا في السجن. ولما بيحاول كولمان يتكلم مع ماكس انه محتاج وقت تاني بيضحك عليه وبيضرب نار في الارض وقال له ان دي رهاين بتموت بسبب اهمالك. وبيقرر فين يسيب باقي المساجين وقال لهم انه هيروح الصاله الرياضيه، وبيكون ابوه مستخبي قريب منهم. وقتها بيصفر عشان ياخدوا بالهم ان في حد موجود، ولما بيروحوا ناحيته بيرمي عليهم قنبله دخانيه وبيبدا يتحرك ويقتل 2 منهم، والتالت بيخاف ويهرب.
واللي بيهرب ده بيروح لماكس وبيقول له ان في واحد قتل 2 منهم، وبيتضايق ماكس وبيتصل بكولمان ويهدده، لكن كولمان اكد له ان مفيش حد دخل السجن من الشرطه، وبيعرض ماكس على رجالته $1,000,000 للي هيجيب له الشخص ده ميت، والكل بدا يدور عليه. لما كان أليكس بيدور على الرهائن بيوصل لاوضه، ولما بيفتحها بيلاقيهم مقتولين، ولما بيخرج من الاوضه بيلاقي واحد ضخم بيحاول يقتله، وبيقدر أليكس يفلت منه، وبيلاقي المسدس على الارض وبيضربه بالنار، لكن الراجل وقع عليه ومعاه سكينه عاوز يقتله بيها لحد ما طاقته خلصت ومات قبل ما تيجي في رقبته. وبيروح أليكس يبلغ كولمان ان كل الرهاين ماتوا وان ماكس بيخدعكم، وبيساله ماكس عن ابنه فينسنت اذا كان من ضمن المساجين اللي هربت ولا لا، فقال له ان اللي خرجوا فينسنت مش من ضمنهم، وبكده بيتاكد ان ابنه لسه موجود في السجن. وهو بيتحرك بيشوفه فيني بيضرب عليه نار وبيفضلوا يضربوا على بعض وهم مش عارفين بعض. لما بيشوفوا بعض بيحاول أليكس يفهمه ان كل الرهاين اتقتلت وانه واقف في الناحيه الغلط، لكن فينسنت كان مصمم على رايه ومرضيش يروح معاه، وفي الاخر ساله أليكس طب هتعمل ايه، هتقتلني؟ قال له لا لانك ابويا، وضربه برصاصه في رجله وسابه ومشي. وبيقوم أليكس بالعافيه بيجيب ادوات جراحيه وبيخرج الرصاصه من رجله وبيربط مكانها. وماكس بيكلم أليكس وبيقول له انت اكيد من القوات الخاصه عشان تقدر تقتل العدد ده من رجالتي، فقال له انه كان بيخدم في مدينه مراوي في الفلبين. وبعدها حصلت مشكله واتدمرت طياره الكونجرس الامريكي، وده اللي خلاني اتحط في موقف صعب واضطريت للقتل طول طريقي لحد هنا، بس في الاخر خدت تسريح مشرف، وحتى المعاش اللي خدته ما كانش كويس. وقال له ماكس ان كان في الشرطه لحد ما الطبيب النفسي قيمني بتقييم سيء، فخرجت من الخدمه والشرطه الفدراليه سابتني عشان بس بياخدوا مني معلومات كنت بقدر اسربها. فقال له أليكس ان كل اللي حصل ده مش سبب يخليك تقتل ناس ابرياء جايين يزوروا حد في السجن. قال له ان الاوان فات يا أليكس، وبيقول له بما انك انت مش حد من الشرطه فاكيد انت هنا عشان تنقذ حد، فما ردش أليكس عليه. وبعدها بيتصل بكولمان وبيقول له ان ابنه موجود جوه مع فريقه، وان ماكس قدر يقنعه ينضم معاه، لكن كولمان قال له ان رؤسائه عرفوا ان ماكس قتل الرهاين، وحاليا في طياره في الطريق هتيجي تاخد ماكس وفريقه، لكن بمجرد ما يركبوا الطياره هيموتوا كلهم. فبدأ يتحرك أليكس عشان ينقذ ابنه لحد ما بيشوف 4 من رجاله ماكس واقفين مع بعض، فبدأ يضرب عليهم نار، وبدأ يستخبى ويقتل واحد فيهم ورا التاني لحد ما اتبقى ريك، واللي بيقرر انهم يواجهوا بعض من غير اسلحه. بالرغم من ان أليكس الطرف الاضعف بسبب الاصابه اللي في رجله، الا انه بيقدر يوقعه على الارض ويضربه ضربه جامده كسر بيها القصبه الهوائيه اللي تسببت في موته. في نفس الوقت ده بيتصل كولمان بماكس وبيبلغه ان الطياره على وصول خلال دقايق، وبيقول لفينسنت سيب البندقيه بتاعتك ويلا نمشي. ولما سالوا عن باقي فريقه قال له طالما اتاخروا يبقى اتقتلوا، وطلعوا هما الاثنين على السطح. لكن ماكس بيهدده بالمسدس وبيقول له انا دايما ببقى عارف كل حاجه، انت ليه ما قتلتوش؟ عشان قريبك؟ فرد عليه لانه ابويا. في اللحظه دي ماكس قرر يسلمه المسدس وقال له انت دلوقتي في 3 اختيارات، تختارني او تختار ابوك او تختار نفسك. لكن فينسنت مرضيش يقتله فخد منه المسدس وقال له يلا بينا نهرب. لكن في الوقت ده بيظهر أليكس وهو معاه البندقيه، لكن ماكس على طول بيضربه رصاصه في كتفه وبيجري على فينسنت يطمن عليه، فقال له ارفع السلاح وضرب ماكس في بطنه. لكن ماكس قدر انه يقوم مره تانية وقال له اضربني رصاصه كمان، ولما أليكس ما ضربش مسك في سلم الطياره عشان يطلع. وفي الاخر فينسنت بيحضن ابوه وبيسنده عشان يخرج بره السجن، ولما الشرطه بتشوفهم بيبعدوا الاسلحه عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا، فما تنساش بقى اللايك الجميل واشترك في القناه عشان في عظمه هتنزل يوميا، ولو في فيلم عايزنا نلخصهولك اكتب لي اسمه تحت في التعليقات، وسلام.